في حوار دايمًا بيتكرر بين فريق الماركتينج وفريق المبيعات في أي شركة تسويق عقاري. فريق الماركتينج يقول لك أنا جبت 100 واحد ضغط على زرار الواتساب أو ملى الفورمة. فريق المبيعات يرد ويقول بس ما حدش كلمني، ما فيش رسايل جات لي، تليفوني أهو. لو أنت حسيت إنك في نفس الدايرة دي، إن فلوس الإعلانات بتترمى ما أنتش عارف مين الصح ومين الغلط، يبقى لازم تعرف إن الحل موجود ومجاني. الحل في جوجل أناليتكس. تعال أقول لك على 3 أسرار أو 3 حقائق عن الموضوع ده، بحيث إن أنت تبقى عارف أهميته إيه بالنسبة لشركتك العقارية. أول حاجة، بتعرف فلوسك بتروح فين، ودي أهم حاجة. كتير مننا بيعمل حملات على فيسبوك وجوجل وإنستجرام، وفي الآخر مش بيبقى عارف مين فيهم اللي جاب العميل اللي عنده نية شرا، العميل الجد. المشكلة الحقيقية إن حملاتك شغالة، ما اعترضناش، لكن النتيجة مش واضحة، مفيش أرقام، مفيش بيانات. يعني الحل بقى في جوجل أناليتكس، بيديك تقرير وبيكشف لك بالظبط الزائر ده جالك منين. هيقول لك مثلا إن في 60% جم من بحث جوجل، 20% من الفيسبوك، 20% من حملة الإيميل ماركتينج. هيقول لك كمان أكتر ناس مهتمة بمشاريعك من مصر، من السعودية، من الإمارات، والمحافظات كمان، مش البلدان وبس. هيخليك قادر تاخد قرار، بدل ما توزع ميزانيتك بشكل عشوائي هتوجهها بقى للقناة والدولة والمحافظة اللي بتجيب لك عملاء بجد. يعني هتحط فلوسك في المكان الصح. تاني أهم سر بيوفره لك جوجل أناليتكس هو إنك تعرف العميل عمل إيه بالظبط جوه الموقع بتاعك. أنا صرفت عشان أجيب العميل، العميل دخل الموقع عمل إيه؟ زي ما قلنا في الأول، مش كفاية الماركتير يقول لك أنا جبت لك 100 ضغطة على زرار واتساب فخلاص قصتي انتهت لغاية هنا، دوري خلص. العبرة مش بالضغطة، العبرة باللي حصل بعدها. طيب الحل هيكون إيه؟ الحل إنك تعمل حاجة عن طريق جوجل أناليتكس اسمه تتبع. تتبع للأحداث. اللي دخل الموقع عمل إيه؟ عمل سكرول، ده حدث. داس على زرار اتصل الآن، ده حدث. داس على زرار واتساب، ده حدث. ملى فورمة التسجيل وحط بياناته، ده حدث. طيب أنا هستفيد إيه؟ لا، هتستفيد كتير. هتعرف بالظبط هل الحملة بتاعتك بتجيب تفاعل حقيقي ولا مجرد زيارات سطحية وفلوس بتتصرف في الهوا. هتعرف لو في مشكلة في الفورمة بتاعتك محدش بيعرف يملاها، أو لو زرار الواتساب مش شغال أصلا. فمن الآخر هتعرف الحملة بتجيب تفاعل ولا لأ. نيجي بقى للسر التالت، وده اللي بيجيب فلوس بجد. ازاي تستهدف العميل المتردد. كلنا عارفين المشكلة دي، ان في عملاء كتير بيدخلوا الموقع يتفرجوا على صور مشروع، اسعار، وياخدوا بعضهم ويمشوا. عندهم فضول. بس برضو عندنا جمهور تاني وإن كان قليل، بيدخل على صفحة اتصل بينا، بيعمل إجراء معين، بيبقى قاعد مثلا على مدار شهر واتنين في صفحة مشروعات التجمع الخامس. ومنهم ناس بتملى بياناتها في فورمة التسجيل وما بتكملش، أو مثلا الفورمة بتدي ايرور، بيبعتوا على الواتساب وما يكملوش. ده احنا بنسميه الجمهور المتردد. الحل هنا بقى انك تعمل حاجة اسمها جمهور مخصص. تاخد بقى كل الناس اللي دخلت على صفحة مشروع معين على منطقة التجمع الخامس، مالت بياناتها بس ما كملتش، داست على واتساب. تاخد الجمهور ده اللي جوجل اناليتكس عمل علامة عليه وخصصه لك، قال لك الجمهور ده سلوكه كان كذا، وتعمل بيه جمهور وتعمل له حملة إعادة استهداف. هنا بقى أنت بتحول عميل أو زائر شبه ضايع لعميل محتمل من أول وجديد. هنا أنت بتخاطب عملاء عندهم نية الشراء بس محتاجين منك زقة صغيرة. العملاء دول بقى من غير جوجل أناليتكس كنت هتجيبهم إزاي؟ كنت هتعرفهم منين أصلا؟ شفتوا بقى إزاي الموضوع مش سحر، ده علم. بس علم بسيط، بدل ما تشتغل مثلا بالتخمين وأظن ويمكن وفي الغالب، هتشتغل ببيانات، هتشتغل بأرقام. هتعرف فلوسك رايحة فين، هتشوف الناس بتعمل ايه جوه الموقع بتاعك، هتعيد استهداف العميل المتردد وتخلي جزء كبير من العملاء دي يشتروا عندك بدل ما يروحوا لمنافس تاني. دلوقتي قدامك اختيارين، يا اما تفضل تصرف فلوس في الهوا وتقول التسويق مش نافع، يا اما تبدأ تشتغل صح. وخلي بالك الارقام دي مش مجرد بيانات، دي القوة اللي هتخليك سابق بخطوة دايما في السوق العقاري. استخدمها انت بقى صح، وحول كل 1000 جنيه بتصرفها
لصفقة تسويق عقاري مضمونة.